تصدق إن مساحة صغيرة ممكن تطلع لك خضار لبيتك كل يوم؟ تعالوا نشوف مع بعض. أهلا بيكم يا جماعة، عاملين إيه؟ الفيديو الأخير يمكن شوية منكم حس إن الموضوع كان بسيط. لكن بجد أخد وقت ومجهود كبير. حابب أوريكم إن علشان يكون عندك جنينة صغيرة في بلكونتك أو قدام بيتك لازم شوية مجهود وصبر، والنهاردة الفيديو هنبتدي نزرع فيه ونعمل خطوط في الأرض. النهارده هعرفكم ازاي نستغل اصغر مساحة علشان نعمل اتفاق بسيط في البيت، حتى لو المساحة صغيرة جدا تقدر تكون مصدر الخضار الطازة لو اشتغلنا عليها صح. اول حاجة عملت الخطوط، خلطت التربة بسماد بلدي مستوي. ليه مستوي؟ علشان يكون آمن على النبات وما يحرقش الجذور ويدي تغذية مباشرة. اخترت أزرع فلفل وطماطم، ومع الوقت هزود شوية نباتات كمان. المرة دي ما عملتش شتلات بنفسي، اشتريتها جاهزة من السوق لأن بصراحة كنت مشغول جدا وكان نفسي أشوف الجنينة جاهزة في أسرع وقت ممكن. بدأت بزراعة الفلفل في الخط الأول وبعدها الطماطم، والحقيقة اللحظة دي من أكتر الحاجات اللي تسعدني. الإحساس إن المكان اللي كان كله تراب وحجارة يبتدي يبقى حي إحساس ممتع جدا. وإن شاء الله هنتابع مع بعض الأيام الجاية النمو الخضري والإزهار، وهنزرع حاجات تانية. وده كان شغل النهاردة في الجنينة الصغيرة. لو عندكم اقتراحات نباتات تانية أزرعها اكتبولي في التعليقات، هقرا كل تعليقاتكم. وما تنسوش تعملوا لايك وكومنت واشتراك في القناة عشان تشوفوا باقي مراحل الزراعة معايا. أشوفكم في الفيديو الجاي، ربنا يسعد أيامكم، سلام.